ازيكم؟ زي ما شفتوا بقى كده في اول فيديو هعمل معاكم النهارده القرص الفلاحي الطريه بدون سمنه او بدون زبده. هنعملها بالقشطه يا جماعه. هنشيل القشطه اللي هي على وش اللبن، نحاول كده نقعد كام يوم نغلي اللبن ونحطه في التلاجة، وتاني يوم ناخد منه القشطه عشان نعمل بيها القرص الحلوه ديت. جبت كوبايتين كبار من القشطه ونص كوبايه زيت وهنحطهم على النار. احنا عايزين بس القشطه تفك من بعضها وتسيح، مش عايزينها تغلي او عايزينها تسخن قوي. وهنجيب كيلو من الدقيق وهنضيف عليه كوبايه الا ربع من السكر، معلقتين كبار من الخميره الفوريه. جبت شمر وينسون طحنته كده نص طحنه وخدت منه معلقتين كبار، وكمان معلقه كبيره من السمسم. كان عندي شويه كده ريحه كحك مركونين في التلاجة مش عارفه اعمل بيهم ايه. معلقه مثلا كبيره ضفتها عليهم، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان نص معلقه صغيره جدا من الفانيليا. خلاص كده تمام، القشطه ساحت معانا. هنبدا بقى نضيفها على الدقيق. عايزين بس الدقيق كده يتشرب كله بالقشطه. يعني اول حاجه هنضيف القشطه وهنحاول ان احنا نخلي الدقيق يتشرب كويس جدا بالقشطه. هنقلبه بقى كده تقليبتين حلوين. طبعا فيروز لازم تساعدني، بالذات بقى الحاجه اللي فيها العجن ما بتسيبنيش ابدا. كده الدقيق اتشرب حلو جدا بالقشطه. هنجيب كوبايه كبيره من الشرش بتاع اللبن. الشرش بتاع اللبن ده يعني اللبن لما يقطع ويفصل كده منه الميه، هي دي الميه اللي احنا بناخدها. دي يا جماعه بتخلي العجينه حلوه جدا. انا ضفت منها كوبايه كبيره. لو ما عندناش ممكن لبن رايب او كوبايه كبيره من الزبادي، وكمان هضيف كوبايه من الحليب. هنقلب بقى كويس جدا. يعني مش على فكره القرص مش عايزه برضو عجن كتير، يعني شبه البسكوت كده شويه. لو عجناه كتير عشان احنا عايزينها طريه هتنشف معانا، مش هتكون طريه. فاحنا يا دوبك بس تشرب كده كل الميه، تبقى تمام جدا كده معانا. زي ما انتم شايفين هو ده الملبس اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعه لينه جدا، مش قادره اقول لكم العجينه قد ايه حلوه وقد ايه طريه، وهتشكل كده معانا بكل سهوله. بص يا جماعه شوفوا الفيروز معايا بجد. يعني بصيها بقى من كده مكان دافي تخمر لمده ساعه. كده خمرت وتمام معانا وحجمها تضاعف. هنبدا بقى ان احنا كده نقسمها اجزاء صغيره. عايزين نشكلها كور ونسيبها كده ترتاح شويه. كده كان تمام. انا كده خلصت كل تشكيل العجينه. هنبدا بقى نجيب اول واحده احنا اشتغلنا فيها كده، هي يعني خدت وقت كافي ان هي تستريح. هنحاول بقى ان احنا كده نشكلها زي ما انتم شايفين. احنا مش عايزينها رقيقه قوي ولا عايزينها سميكه قوي عشان لسه هتخمر ولسه كمان هتدخل الفرن، فمش عايزينها تكون سميكه قوي، عايزينها متوسطه. دي اول صاج عملته ساده. تاني صاج بقى انا جبت عجوه، وكمان حطيت عليها معلقه كبيره من الزبده البلدي وشويه كده سمسم، وهنعملها كده زي ما انتم شايفين. وهندخلها جوه القرص ونحاول ان احنا نغطي عليها العجينه، وهنحاول بقى ان احنا نعمل كده فيها فتحات بالشكل ديت عشان تبقى شبه القرص كده احنا بنشتريها من الفرن. لكن طبعا دي طعمها يا جماعه خطير، طعمها حلو جدا لانها معموله بالقشطه. فتخيلوا بقى الطعم بتاعها، طعمها حلو جدا. هعمل نصها بالعجوه والنص التاني هسيبها ساده. هعمل معاكم واحده كمان عشان تشوفوا انا قفلت عليها العجينه ازاي. تمام كده انا شكلت كل القرص وسبتها كمان تخمر لمده ساعه. لازم يا جماعه تخمر، يعني بعد ما تشكلها لازم نسيبها تخمر، ما ينفعش ندخلها الفرن على طول. ونسخن قبلها الفرن على درجه حراره 180 ونسيبها لمده 15 دقيقه. هتكون تمام وهتتحمر اوريدي، ومش هندهن الصاج ولا ندهن الصينيه اي حاجه لانها هي فيها قشطه. وهتلاقوا خدت لون حلو جدا من فوق ولون حلو من تحت. هنبدا بقى نطلعها من الفرن عشان تخليها تلمع او تخلوا كده شكلها حلو. ممكن نجيب قطعه من الزبده وهي سخنه ونمشيها كده على القرص، هتديها طعم حلو وهتديها كمان شكل حلو جدا. ممكن بقى عشان عايزينها طريه نغطيها، يعني بعد ما ندهنها بالزبده نغطيها لمده مثلا ساعه او لما تبرد تبقى حلوه جدا. انا كنت عاملاها بالليل متاخر جدا فانا غطيتها وسبتها بقى لتاني يوم. بعد كده قمت فطرت بيها، كان يوم جمعه فكانت لذيذه جدا.
بصوا يا جماعه بقى من جوه عامله ازاي، بجد طعمها خطير. يعني انا بحب دايما تكون موجوده عندي في البيت مع كوبايه شاي بقى كده العصريه، او كوبايه شاي بلبن الصبح. بجد بتبقى طعمها حلو جدا. كمان بقى اللي هي المحشيه على العجوه ديت، الاطفال بيحبوها جدا، ولو عندكم ولاد صغيرين هيفضلوا بقى رايحين جايين عليها كده اهوت، وهتلاقوا كده ريحه البيت خبيز. بجد جميله للصيف للشتاء في اي وقت، يعني رايحين كده خارجين خروجه حلوه في جنينه، رايحين مصيف، ممكن تعملوها وتاخدوها معاكم. جربوها واكتبوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.